معانا النهاردة حلقة جديدة، وحلقتنا النهاردة هتكون عن التعافي من الشخصية التوكسيك او العلاقة التوكسيك اللي انتوا كنتوا فيها. اول حاجة، اللي انتوا حاسينه ده مش اشتياق ومش حب، هو مجرد هرمون اسمه هرمون التعود، بيفرزه المخ في الجسم في وجود الشخص ده، وكل ما الشخص ده بيكون موجود بيفرزه، فبيكون عامل زي المخدرات، بيخليك مبسوط. هو اسمه اصلا هرمون السعادة، فبيتم افرازه في الوقت اللي بيكون فيه الشخص ده. فلما الشخص ده بيبتدي ان هو يبعد عنكم، بتبداوا تحسوا بالوحده، بتبداوا تحسوا بالحزن، تبداوا تحسوا كانك شخص كان مدمن وبيتعالج من الادمان، بتحسوا بالاعراض الانسحابيه، وده كله بسبب الهرمون اللي في جسمكم. بطلوا تلوموا نفسكم على اي حاجه غلط عملتوها مثلا مع الشخص ده، وتقولوا يا ريتني مثلا كنت عملت كذا ما كانش سابني، او كان ممكن نعمل كذا، لو عملت كذا كان ممكن ان احنا نفضل مع بعض. بطلوا تغلطوا نفسكم او تشوفوا نفسكم انتوا اللي غلط. لا بالعكس، انتوا لازم تعرفوا ان انتوا الضحيه، وان انتوا شخص اتاذى جدا، فلازم تفهموا كويس قوي ان الشخص اللي سابكم ده هو اللي اذاكم. طيب نعمل ايه؟ اول حاجه، شوفوا كام عيب كان موجود في الشخص اللي معاكوا ده. يعني يعني افتكروا عيوبه، افتكروا قد ايه مثلا كان بيأذيكوا، افتكروا المواقف الوحشة اللي كان بيحطكوا فيها، افتكروا قد ايه كنتوا تعبانين وبتتأذوا ومستحملين بسبب الشعور اللي هو التعود ده، وكنتوا فاكرين ان هو ده الحب، او ان انت بتحب الشخص ده مش هتقدر تبعد عنه. انا عايزه اقول لكم ان الاحساس ده كله والحزن وكل الكلام ده هيختفي بعد 3 شهور. ممكن خلال ال3 شهور ده الشخص يبتدي يرجع لك تاني، او تأكد ان الشخص ده خلال ال3 شهور هيبتدي يرجع لك تاني، لان هو شخصيه توكسيك او شخصيه سامه، فهو مش عايزك تتعافى منه. وممكن يكون عارف حكايه هرمون التعود ده، او مش عارف، هو تلقائيا بيكون مظبوط ان هو ما بيغيبش اكتر من شهر تقريبا، وبيبدا ان هو يرجع تاني عشان يفكرك بيه تاني، علشان خاطر يبدا ان هو يلعب بيك تاني وبعدين يرميك. تمام؟ فلازم تكونوا عارفين كويس قوي ان الشخص ده بيتلعب بيكوا. لازم تشوفوا قد ايه الشخص ده كان بيأذيكوا، ولازم تعرفوا ان اللي انتوا حاسين بيه ده مش حب ولا اشتياق. الاحساس ده هو احساس الادمان او الاعراض الانسحابيه من الجسم. خلال ال3 شهور هتبدأ ان انت تتعافى. ممكن ان انت تعيط، او ممكن تعيطوا، ممكن تفرغوا كل الحزن اللي فيكم. ما تكبتوش الحزن وما تكبتوش الزعل اللي جواكم. عيطوا، ازعلوا، انعزلوا، بس مش اكتر من يوم، يومين، 3. بعد كده ابتدي اخرجوا، روحوا اماكن حلوه، استمتعوا، املوا وقتكم. الشعور اللي انتوا حاسين بده شعور الفراغ، لان الشخص اللي كان معاكم، اللي هو الشخص اللي كنتوا مرتبطين بيه، كان مالي حياتكم، وما كانش في حاجه بتعملوها غير والشخص ده معاكم. فعلشان كده انتوا حاسين بفراغ، حاسين ان انتوا محتاجين الشخص ده في حياتكم، حاسين ان انتوا نسيتوا ازاي كنتوا بتعيشوا من غير الشخص ده، حاسين ان كل حاجه ممله في حياتكم. ابتدي غير روتينك، ابتدي عيش حياتك اللي انت كنت عايشها قبل ما هو يدخل حياتك. ابتدي اخرج، روح اماكن جديده كنت نفسك تروحها، اطلع رحلات. ممكن تخرجوا تتمشوا على رصيف البحر، ممكن بمجرد الوقوف قدام البحر بس كده ده بيخلصك من الطاقه السلبيه. يعني الوقوف قدام البحر لمده 5 دقايق بس بيسحب كل الطاقه السلبيه، او بيسحب كل الحزن. يعني مريح جدا نفسيا. اخرجوا مع اصحابكم، يعني حاولوا ان انتوا تتلاشوا ان انتوا تكونوا دايما لوحدكم، لان لوحدكم هتبداوا ان انتوا تفكروا وتسترجعوا ذكريات الشخص اللي كان في حياتكم ده. ابداوا فكروا كان نفسكم تعملوا ايه والشخص ده كان بيمنعكم، لان الشخصيه التوكسيك اكيد اكيد مليون في المية كانت بتمنعكم ان انتوا مثلا تعملوا حاجات انتوا بتحبوها. زي مثلا ممكن كان بيمنعوكم من الخروج، كان بيمنعوكم مثلا ان انتوا تقابلوا اصحاب معينة، كان بيمنعوكم مثلا ان انت في حاجات كتيرة ممكن يكونوا كان بيمنعوكم منها. ابدأ اعمل كل الحاجات اللي كانوا بيمنعوكم منها. ابدأوا حبوا نفسكم، اهتموا بنفسكم، عيشوا حياتكم. وكل ما تبدأوا ان انتوا تحسوا ان انتوا مشتاقين للشخص ده، او
تحسوا بشعور الادمان اللي هو هرمون التعود، ابداوا فكروا في كل العيوب الشخص ده، قد ايه كان بيأذيكوا، قد ايه كان بيوجعكوا، هتلاقوا نفسكم تلقائيا بطلتوا ان انتوا تفكروا فيه. على حاجه ان هو يعني ما تهموش نفسكم ان هو مش هيرجع، لا والله هيرجع علشان خاطر عايز يأذيكوا تاني. فانتوا ما تدروش فرصه ان هو يرجع تاني علشان خاطر يأذيكوا، لا بالعكس، خليكوا قد قراركم. خلال 3 شهور بالظبط هيخرج الهرمون بتاع التعود، وهتبداوا ان انتوا خلاص تحسوا ان انتوا ما بقيتوش حابين وجوده اصلا، لان انتوا هتبداوا ان انتوا تستوعبوا قد ايه الشخص ده كان مؤذي، وقد ايه الشخص ده كان بيأذيكوا نفسيا بمجرد احساس الهرمون ده يمشي. لانه عامل زي بالظبط بيقولك مراية الحب عمية، هو مش حب بقى، مراية التعود عمية، لان انت بتكون معمي حرفيا عن كل العيوب اللي موجودة فيه، زي بالظبط الشخص المدمن بيكون مركز بس على احساسه اللي هو بيكون مبسوط في وجود الشيء ده. مش مشكلة هو ايه الاضرار اللي بتحصل له من الشيء اللي هو بيعمله او مدمن عليه ده، مش مشكلة ابدا ان هو يكون بيتأذي، لانه هو ما يكونش شايف اي حاجة خالص غير ان هو بيحس ان هو مبسوط في وجود الشيء ده وبس. فلازم ان انت تحافظ على نفسك بعيد عن الشخص ده لمدة 3 شهور. خلال ال3 شهور ده هتكون تخلصت تماما من الاحساس ده، وهتبدأ تشوف كل عيوب الشخص ده. حتى لو انت ما كنت شايفها قبل كده هتبدأ تستغرب انت ازاي كنت بتحب الشخص ده، وازاي كنت ساكت على كم الاذى اللي هو كان بيعمله لك، وانت كنت بتطنش او مش شايف اصلا. والناس دايما كانت حواليك تقولك انت ازاي صابر على كده، ازاي انت قابل كده، ما كنتش شايف كل ده. هتبدأ الحقيقة تبان لك، وحقيقة الشخص ده هتبان لك. ساعتها بس هتعرف ان انت ربنا نجاك من الشخص ده، وان بجد بجد كان خير ليك ان هو يبعد عنك. فأهم حاجة لازم تكون بتحب نفسك وتقدر ذاتك، تهتم بنفسك، اخرج، اعمل حاجات جديدة، ابتدي اعمل نشاطات جديدة، شوف نفسك كانت نفسك تعمل ايه واعمله. يعني ما تستناش الحب من شخص، دايما قدر ذاتك انت وحب نفسك. لان فكرة ان انت مستني دايما حد يجي يقدم لك السعادة، او مستني حد يقدم لك الحب او يقدم لك الاهتمام، ده بحد ذاته بيجذب لك الناس المؤذية او الناس العكس اللي انت محتاجه اصلا. يعني انت مثلا ممكن تكون محتاج الحب، ممكن تحتاج الاهتمام، ممكن محتاج حد يحتويك، هتجذب عكس الكلام ده، هتجذب الناس السامة المؤذية المستغلة. ده بسبب احتياجك. لازم ما تكونش عندك حتة الاحتياج دي. لما تكون مكتفي ذاتيا هتبدأ ان انت تجذب ناس سوية نفسيا، هتبدأ ان انت تجذب ناس تحبك بجد. لما تكون انت بتحب نفسك ومالي كل خاناتك، مش محتاج حب، مش محتاج اهتمام، مش محتاج حد يفهمك، لان انت بتحب نفسك، بتحتوي نفسك، وبتهتم بنفسك. ساعتها هتجذب الشخص المناسب ليك، مش عشان خاطر انت محتاج حاجة من الشخص ده، ولا علشان خاطر انت محتاج شخص في حياتك. هتنجذب لشخص هو فيه كل الصفات اللي بتتوافق مع صفاتك، الشخص اللي بيكون متوافق معاك، تفكيره زي تفكيرك، آراءه زي آرائك، شخصيته نفس شخصيتك. هتلاقي فعلا نصك التاني. لما تحب نفسك فعلا وتملي كل النقص اللي جواك، او تملي كل الاحتياج اللي جواك وتديه لنفسك، ساعتها هتلاقي الشخص المناسب ليك، والشخص اللي يحبك بجد وانت تحبه بجد، مش مجرد تعود او احتياج وبس. هي دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم اعملوا لايك، سبسكرايب للقناه بتاعتي، واعملوا شير للفيديو ده لاي شخص محتاجه. وبس كده، باي.